السلام عليكم. معكم رضا. هذا المقطع جايبكم سلسلة اختراعات ماينكرافتية. فالاختراع اللي راح نسويه الحين هي آلة البوشنات الأوتوماتيكية. فهذه الآلة يمديك تزينها يعني أكثر. فخلونا نشوف مثلا كيف تشتغل. أول شي هنا مثلا تضغط هذا الزر 3 مرات، أو حتى هذا يعني مثلا. أوكي. آه الحين معاك 3 بوشنات، أو يعني ماي. الماي تحطه هنا طبعا. أوكي. فعندنا 3 مية. أول شي نسوي مثلا نضغط ذا. فأنا ما ضفت منه اللي هو النذر رات أتوقع. فالأشياء هنا تحطها. فمثلا نجرب نضغط مثل ما تشوفون راح يجي هنا وعلى طول هنا. فأول ما يخلص هذا مثلا يمديك ترتبها مثلا زي ما أسوي ميلون. مثل ما تشوفون لو نفتح هذا راح تجي الميلون هنا. فراح تنتظر أول ما يخلص ذا هنا هيجي. أوكي. فالهبر مرتب يعني من اليسار إلى اليمين. فلو مثلا أضغط ذا. انا ما ضفت جلوستون بعد. يعني مثلا على افتراض شلت الجلوستون وحطيته بنفس الترتيب هنا، حطيت من بعدين جنبولا، راح يبدأ من اليسار لليمين. فأول ما يخلص ذا راح تشوفونها. اوكي. مثل ما تشوفون هنا الجمباودر يعني بعدها موجودة، فراح الجلوستون. لا يعني يبدأ من اليسار لليمين. يعني لو ضغطت هذا وهذا وهذا راح يسويك نفس الترتيب من البداية اللي انت تريده. فمثل ما تشوفون الحين الجمباودر سوي. طبعا سويت بوشن اللي هو الهيلينج. فيمديك توسع الآلة يعني كثر ما تبغى. بس خلونا نبدأ الشرح وكيف تصنع هذه الأشياء يعني ترتبها. أوكي. نجي على البداية. فالبداية نحط مثلا آلة حق البوشنات. فتجي فوقها بالهبر تشفت وتحط هبرين فوق بعض. من هنا من الآلة تحط مثلا 3 من هنا. ويمديك أكثر من 3، بس أنا أحط 3 أساس تكون نظام أكثر يعني شكل أحلى. فتحط هذه كذا الخشب. كل ما تزيد في الخشب كل ما راح تزيد في الأشياء اللي أنت راح تحطها. فالحين تجيب اللي هو الدربر وتحط الدربر موجه على الآلة يعني كذا. فالحين باقي الشيء تجيب اللي هو دربر مو الهبر عذرا. دربر تحطه كذا. كل ما زاد بعد عدد الهبرات كل ما تقدر تحط أشياء أكثر. أوكي. لازم كلها موجهة على فوق. ففوقها من هذا اللي أنت حطيته تشفت وتضغط كذا على كل هبر. لازم على الجانب الهبر، ما تضغط على لو ضغطت كذا خطأ. لازم من كذا. أوكي. فتوصله لآخر شيء. أوكي. هذا غلط. أوكي. ننزل ونحط آخر واحد. اوكي. الحين خلصنا اللي هي الخطوة الأصعب اللي تكلفك أشياء كثيرة مثل ما شفتوا. فخلونا ننتقل للخطوة اللي هي أسهل شيء. مثلا نحط هنا بلوكتين خشب في النهاية. فمثلا عشان يعني تحفظ مكانه تجيب الآيتم فريم وتحطها وتوزع الآيتم فريمات. هنا غلط، لا تحط شيء لأن ما راح تقدر تسوي شيء. وهنا بعد نفس الشيء. فتحط الآيتم فريم في كل مكان من هذا. اوكي. وهنا بعد تحط. فلو نجيب مثلا موية. هذه موية. نحط الموية هنا. اوكي. ونجيب الريدستون. هذا اهم شيء يعني فيها. ونوصل الريدستون من هنا كذا الين الدربر. فبعد من هذا الجانب تقدر تسوي بس جانب واحد اذا كنت تريد جانبين عشان اسرع يعني. فهنا في الدربر تحط الماء يعني اللي تريده الكمية اللي تريدها. وهنا بعد لازم تجيب اللي هو آخر شيء يعني ما مكلف كثير اللي هو البتن. يجيك تحطيه خشبي أو مثل ما أنا محط الحين ستون. أوكي. بعد ما حطينا لو نضغط كذا مثل ما تشوفون راح يوصل الماي اللي كان محطاه هناك. فالماي كذا شغال 100%. بالنسبة لهذه الأشياء افتراضا أبي أضيف هذه هنا نحطها.
نضغط على اللي هو الدربر ونحط الأشياء هنا. فلو نضغط، هي أنا حطيت، موجود هنا، حطيت 2. اوكي، مثل ما تشوفون وصل للشيء اللي اريده. مثلا نجيب شيء ثاني، مثلا نحطه هنا. كل ما كان المكان ابعد كل ما تأخر. فنضغط ذا، هذا نشيله، راح يجي هنا بالترتيب. مثلا نحتاج ريدستون، نحط ريدستون كذا، ونضغط على الريدستون. لو ضغط شيء ثاني ما موجود، مثل ما تشوفون ما كأنه حطيت شيء. فكل شيء يجي هنا في هذا الايتم هوبر. يمديك تزين المكان مثل ما تريد. فبس شباب، هذه الآلة الشرح، انك تغطي الريدستون وكل شيء بأي بلوكة يعني. فبس شباب، لا تنسوا تحطوا لايك وتعطوني اقتراحكم في الكومنت للآلات اللي تريد تشوفوها يعني. فاحتمال يعني اسوي آلات يعني ما حد يعني مسوي عنها او شيء زي كذا. فلا تنسوا اللايك، اشتركوا في القناة، ورايكم في الكومنت. وبس، مع السلامة.